وهي من ورثناها عن اجدادنا واحنا ما زلنا مستمرين. وهي يعني هاي المقهى بيرتادوا كل طبقات المجتمع، مثقفين، عمال، صنايعيه، اساتذه، دكاتره، سياسيين، كل طبقات المجتمع يعني بتتلاقي عندنا هنا في الكاوي. هي كونها من اقدم كاوي المحافظه يعني. لا اكثر من سبب انه احنا هنا يعني يعتبر انه يعني هي الكاوي اكثر شيء يعني للكبار في العمر او يعني الموجودين اللي بيكونوا موجودين يعني خلص معروف يعني عندنا هنا اللي بيجوا يعني عندنا يعني مثلا اللي بكى فاتح كتاب، اللي بكى شيء يعني على الجريدة او. والله مقهى هو من التراث في مدينة قلقيلي، لأنه مقهى قديم يعني عمره لا يقل عن 70-80 عام، وكانوا أجدادنا يجوا عنده هنا على المقهى. بيميزوا هذا المقهى يعني ملتقى للجميع، ومقهى ما في شد يعني ولا في أي نوع من أنواع الممنوعات. مقهى شعبي بقدم مشروبات طبيعية للناس، يعني من عصائر، من مشروبات ساخنة وباردة وأراجيل. يعني هو باعتبار علم من أعلام قلقيلي هذا المقهى. يعني أي حدا بيجي برا البلد بقول أنا هنا قهوة أبو العلا بستناك، يعني معروفة. وكل احترام لهم، احنا من أيام الحج يعني أبوهم أبو الأمجد الله يرحمه وسيدي وبيتنا أيام أبو الأمجد اللي هو الحج أبو العلا بحاله، يعني معروفين والجماعة محترمين وما شاء الله عنهم، وقدموا خدمات شلبية وأسعار شعبية للجميع. مقهى أبو العلا يعد من أقدم المقاهي في قلقيلية من الخمسينات من القرن الماضي. كان قديما يجتمع فيه الرجال من كل الأطياف في قلقيلية، عبارة عن مقهى ومركز ثقافي ومركز اجتماعي. يعني كان لا في رحل ولا طلعات ولا شيء، كل الناس والفتيارية والشباب يجوا على المقهى أبو العلا. ومع التقدم اللي صار يميل لمقهى أكثر يعني. والحمد لله الأيام هاي بضم كافة الشرائح في قلقيلية طول اليوم من الصبح حتى منتصف الليل شغال. اما بالنسبه للالعاب لا، يعني بصراحه يعني احنا معروفين يعني في مناطق ثانيه او محلات ثانيه في محلات ثانيه للالعاب وهي، واحنا هنا زي ما تكون متخصصين في هذا الشيء، انه احنا ما في عندنا اي نوع من الالعاب. أسس هذا مقهى أبو العلا قبل 1950 ميلادي، ويرتاده من جميع طبقات الشعب، وهو منتدى ثقافي ويتناول فيه أنواع المشروبات، ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع التسلية، ألعاب التسلية، وهو عنوان لمن يرتاد هذه المدينة العريقة. بيجي عليه أدباء، مثقفين، دكاترة، أطباء، ناس، عمال، كل الفئات بتيجي على مقهى أبو العلا بتجتمع. بيشربوا المناسب أرجيلي، والحمد لله أموره ماشية، ونتمنى التوفيق له ولأصحابه إن شاء الله. هذا المقهى من أيام يعني من أجدادنا، من سيدي أبو العلا، أبوي، بعدين أبوي، وبعدين إحنا، وإن شاء الله لقدام أولادنا. عمره فوق يعني تقريبا أكثر من 70 عام.